رسميا انتقال كريستيانو رونالدو إلى بايرن ميونخ. ده مش كلامي، ده كلام معظم الصحف على مستوى العالم. كلنا سمعنا إن كريستيانو رونالدو قاب قوسين من الانضمام إلى بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن عشان تتم أي صفقة لازم هناك 3 أطراف يجب عليهم الموافقة، ويجب أن يكون ال3 أطراف في الانتقال مستفيدين ماديا ومستفيدين تكتيكيا أو فنيا من اللعب. الطرف الأول كريستيانو رونالدو. أنت متخيل إن واحد لاعب بياخد 500 مليون يورو في 2.5 سنين؟ هل أنت متخيل الرقم إن هو ممكن يسيب الرقم ده كله ويروح لبايرن ميونخ عشان ياخد 10-12 مليون في السنة؟ انت متخيل الرقم؟ هو هل في انسان عاقل يعمل كده؟ هتقولي دوري ابطال؟ مستحيل يوصل لدوري ابطال، مستحيل ياخد دوري ابطال. اول حاجه لان الفريق ما ينافسش على دوري ابطال. ثاني حاجه ان هو مش كريستيانو رونالدو بتاع 2015 ولا 2016 2017، مش كريستيانو رونالدو بتاع ريال مدريد. هو كريستيانو رونالدو جايبينه من النصر السعودي، يعني من دوري سعودي، من دوري عربي، من دوري غير اوروبي، فمستحيل انه ينافس ومستحيل انه يتاقلم مع الفريق. تاني حاجة بايرن ميونخ، ايه المستفاد انه يجيب لاعب زي كريستيانو رونالدو عنده 38 سنة؟ ايه المستفاد؟ فنيا مش اعلى حاجة في السوق. وبعدين انت عارف مين المدير الفني بتاع بايرن ميونخ؟ انت عارف قبل ما تقول ان كريستيانو رونالدو ينتقل الى البايرن، عارف مين المدير الفني بتاع بايرن ميونخ؟ هتقول لي ايوه عارفه، هتقول لي توماس توخل. هقول لك طب ماشي، طالما انت كويس ان انت عارفه. انت عارف يعني ايه توماس توخل؟ انت عارف يعني ايه توماس توخل لما كان ماسك تشيلسي وصار النادي مالك نادي تشيلسي رئيس النادي انه يجيب كريستيانو رونالدو لما كان في مانشستر يونايتد. الوحيد توماس توخل اللي وقف في الصف وقال لا انا مش محتاج كريستيانو رونالدو. فهل في يوم وليله يتغير راي توماس توخل؟ هل في يوم وليله يتغير راي توماس توخل في كريستيانو رونالدو ويقول هاتوه؟ اعلم جيدا انه مفيش اي استفاده منه فنيا تكتيكيا، مفيش اي استفاده. لاعب عنده 38 سنه عاوز يعمل ايه في الملعب؟ فهو حرفيا خلاص هو اخر الدوري السعودي. فهو لو هيروح الدوري السعودي على اساس انه دوري ابطال، لا، ما هو دوري الابطال كده كده بيجي باسمه. يعني هو الهداف التاريخي، هو واخد خمسة دوري ابطال فيه، فهو كل الارقام مسجله باسمه في دوري الابطال، فهو مش محتاج دوري ابطال. وبعدين حتى سنه ما يسعفوش وامكانياته ما تسعفوش انه هو يوصل لمرحله متقدمه في دوري الابطال. حتى لو راح البايرن مش هيلعب، اكيد دكه، وهو ما يرضاش بالكلام ده. هو ما يرضاش انه يبقى دكه، والبطوله هتتحسب له انه دكه فيها. العنصر الاخير هو نادي النصر، او بمعنى صح السعوديه. هل السعوديه جايب كريستيانو رونالدو دفع فيه المبلغ ده كله عشان في الاخر تسوقه تاني، او عشان في الاخر تفرط فيه؟ مستحيل طبعا، لا. ما انت لو عرفت المعنى ان الدوله السعوديه تجيب لاعب بالحجم ده والقيمه دي، هتقول مستحيل انهم يفرطوا فيه. لان هو اللاعب لما جه ما كانش على اساس ان هو لاعب عادي هيجي يلعب موسم ولا موسمين ويمشي، لا، هو لاعب كسياحه وكترويج للسعوديه وكترويج لكاس العالم اللي هم عايزين يستضيفوه في 2030. فده كله عوامل بتقول لك ان مستحيل كريستيانو رونالدو يطلع من النصر السعودي. ولو حتى في ظل موافقه النصر السعودي، السعوديه نفسها لن ترضى بهذا الامر، ما ترضاش، ما توافقش. فاحنا قبل ما تقول كريستيانو رونالدو انتقل الى بايرن ميونخ، طب ايه هي الاسباب؟ ايه العوامل اللي تخليه يروح؟ هل هناك استفاده منه ماديا من ناحيه النصر، او استفاده منه ماديا من ناحيه كريستيانو رونالدو نفسه؟ اقول لك لا، قولا واحدا، لا لا لا، مفيش اي استفاده لكريستيانو رونالدو في هذه الانتقاله، ولا حتى بايرن ميونخ يستفيد منه باي شيء من الاشياء، باي حال من الاحوال مفيش اي استفاده منه. وكل اللي بيقول ده هادي كلام فاضي. كل الجرايد اللي بتكتب ان كريستيانو رونالدو ينتقل الدوري الالماني عن طريق بايرن ميونخ، ده كله كلام عارف من الصحة. وانا خلصت. لو عجبك الفيديو اشترك لي في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك